خلي بالك ابنك عنده 3 سنين او 4 سنين، ما تستناش ان هو يبقى دكتور يعني. فيا جماعه، الطفل اللي عنده 3 سنوات ده وبيروح الحضانه هو مش مطلوب منه يقرا ولا يكتب. انت بتوديه الحضانه عشان يتعلم سلوكيات الحضانه. الطفل اللي عنده 3 سنوات ده لسه بيتشكل كده، بيتعلم سلوكيات، بيتعلم يبقى له اصدقاء، بيتعلم يعني ايه المس بتاعته، ازاي بيحترم المس بتاعته، بيعرف حقوقه وواجباته، بيعرف يعني عارف تربطه بمواعيد معينة. خلاص نام بدري عشان عندك حضانة. تتعلم يعني يقول السلام عليكم، وعليكم السلام، تعلم يستأذن، يعرف السلوكيات. لو هيكتب ممكن يلون، يشخبط، يخليه يشخبط كده، يكتب اي حاجة، يلون، يستمتع. انما تنتظر منه ان يكتب ويقرأ، والواد قعد سنة كاملة في الحضانة ما قرأش ما كتبش، مش مطلوب منه كده. ده داخل يستمتع، داخل يبقى اجتماعي، يبقى له أصدقاء. الحضانة بقى الميزة إنها بتعلمه كل حاجة، بتعلمه السلوكيات، بتعلمه إزاي يعتمد على نفسه، بتعلمه إزاي يحترم الفصل، يحترم المدرسة. الكلام ده كله الحضانة بتأسسه في الولد، بتعلمه لك سلوكيات، وبتعلمه الحاجات اللي انت مش بتعلمها. اوكي، طيب، وكل عام وانتم بخير. برضو بمناسبة العام الدراسي الجديد، عايز برضو اقول حاجة، انوه عن حاجة. الطلبة وبالذات الكبار بتوع الثانوية العامة، ابدأ من دلوقتي وما تخليش الدروس تتراكم عليك، والاعدادي وحتى الابتدائي. ما تخليش الدروس تتراكم عليك، كل درس بدرسه كده. يعني من الاخر كده، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. اللي عليك حاجة النهاردة، عليك حفظ كلمات احفظها، عليك واجبات اعملها. ابدأ درس بدرسه، كل درس اديه حقه من البداية. هتيجي في النهاية في ايام الامتحانات هتلاقيك مرتاح، وكل حاجة تلاقيها سهلة وبسيطة. فما تراكمش عليك الدروس، ما تقعدش تراكم الدروس، هتلاقي الموضوع صعب. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.